مرحبا، راح أعمل معكم اليوم وصفة الكعك بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بسم الله نبدأ. بحتاج أول شي هون ل6 كاسات من الطحين. طبعا أنا راح أعمل الكعك اليوم بالطحين. راح أستخدم الكاسة لكل المقادير، وهون عندي نص كاسة من السميد، أضفت عليهم كاسة من السكر المطحون، وراح أضيف 3 معالق من الإزحة. طبعا هاي حبة البركة في ناس بيسموها، اللي هي بتشبه السمسم بس على سواد بتكون. وأضفت هون 3 معالق من السمسم. حطيت ذرة من الملح، وأضفت ما يعادل معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخميرة. عندي هون كاسة من السمنة وكاسة من الزيت النباتي. طبعا السمنة بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون دايبة شوي. فركتهم مع بعض، دمجتهم كتير كويس مع الطحين. وبعدين هون جبت كاسة ونص من الحليب السائل. طبعا انتي راح تشوفي وانتي بتعجني فيها انه بتحتاج للحليب اكتر او اقل. وهيك بعد ما صارت جاهزة عندي العجينة، صارت بهذا الشكل. عندي هون التمر الجاهز، طبعا معجون، أضفت عليه معلقة من القرفة ومعلقة سمنة ومعلقة شومر. كورتهم وجهزتهم حتى أحشي فيهم الكعك. هي هون عندي العجينة صارت جاهزة. طبعا بشتغل فيها على طول، شايفين كيف هيك ما فيها لا تشققات ولا شي. راح شكلها على شكل دائرة. طبعا أنا هون لبست الجلافزات، بصراحة ما بقدر أشتغل فيهم، بس حبيت اني اجرب اول حبة كيف راح يكون الطريقة. فردت العجينة وراح افرد هلا التمر، سكرها هلا للعجينة. طبعا بضمهم على بعض، بحاول اعمل لها هيك برمة حتى ايش تتجمع العجينة كلها وتسكر معنا. بلملمها. بصراحة لاقي صعوبة في الجلافزات، مش مرتاحة وانا بشتغل فيهم. بشكلها لحبة الكعك مثل ما انتم شايفين، وبهيك بتكون صارت جاهزة الكعكة. طبعا ممكن تعملوا شكل تاني، بس انا اليوم مثل ما قلت لكم راح اعمله على شكل دائرة. هذا الشكل اسهل كتير واسرع لكم. نقشتها بالملقط، اول شي من اسفل وبعدين من اعلى. برضو شكلها بيطلع حلو، بس انا بصراحة حابة اليوم اعمله على شكل دوائر. شلت هون الجلافزات حتى اقدر اتمكن بايدي، بصراحة اسهل واسرع. في قوالب ممكن نشكلهم فيها للعجينة. طبعا هذا راجع لكم، شو الشكل اللي بتحبوه ممكن تستعملوه. شايفين هون بصراحة حتى شكل الدائرة والتسكيرة طلعت معي تمام. طلعوا هون قارنوا ما بين الحبة اللي عملتها اول شي والحبة التانية. بصراحة في فرق، اللي عملتها بدون الجلافزات كتير ارتب، حتى طريقة التسكير. هاي هون جهزتهم، راح احطهم هلأ بالفرن على درجة حرارة 180، واخبزهم اول شي من تحت وبعدين من فوق. وبهيك بيكونوا جاهزين، وطعمهم كتير طلع طيب. طبعا انا عملت قبل هيك الكعك مرتين بسميد وبطحين، بس انا اليوم عملته حتى اجرب الزيت النباتي. طلع كتير طيب وما بفرق. لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب.